النادي الاهلي يرفض ارسال البطاقه الدوليه لاسامه ابو علي لان النادي الامريكي لم يستكمل دفع قيمه الصفقه. غياب امام عاشور عن المران الجماعي اليوم مع النادي الاهلي وبالتالي يقترب من الغياب عن مباراه فاركو يوم الجمعه القادمه. جاهزيه احمد رضا وياسين مرعي لمباراه فاركو بعد تعرضهما للاصابه امام مودرن سبورت اصابه خفيفه. ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي قرر تغيير موعد مران الفريق غدا الخميس ليكون مساء بدلا من صباحا او بعده. سيدخل الفريق في معسكر استعدادا لمباراه فاركو يوم الجمعه. رسميا محمد معروف حكما لمباراه الاهلي وفاركو يوم الجمعه القادمه الساعه 9 مساء. تقارير يحيى عطية الله حسم مواجهته القادمه بالعوده الى سوتشي الروسي وهناك مفاوضات من نادي الوداد المغربي لضم اللاعب. مصدر مقرب من احمد عبد القادر اللاعب لم يشكو الاهلي ولا ينوي فعل ذلك، اما ان يستمر مع الاهلي بكل احترام او ينتظر فرصه مناسبه للرحيل. عاجل الاتحاد الاوروبي لكره القدم يعلن في بيان رسمي بدايه التحرك من اجل تقديم الدعم الى اطفال غزه عبر مؤسسته الخيريه بعد ايام قليله من بوست صلاح. ياسر ابراهيم اشتكى من الام في العضله الخلفيه قبل نهايه مران الفريق اليوم وسيخضع للفحص الطبي غدا لحسم موقفه من مباراه فاركو يوم الجمعه القادمه. الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بدا يتجه لملف جديد في البحث عن لاعبين وهو ملف مزدوج الجنسيه، وبدا يتابع مجموعه من اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت ومنهم حتى اللاعيبه اللي كانوا مع منتخب الشباب. والنادي الاهلي دخل في مفاوضات مع لاعب مصري امريكي يلعب في الدوري الامريكي اسمه محمد شادي، لاعب بيلعب جناح يمين وجناح شمال وبيلعب 10 كمان، مواليد 2009. واللاعب محمد شادي مزدوج الجنسيه بيلعب في نادي اسمه تورمينتا، والاهلي خلاص كل الاتفاقات على انتقال اللاعب واللاعب وقع وانضم لفريق 2009. الاهلي ارسل خطابا لاتحاد الكره لطلب استقدام حكام اجانب لمباراه بيراميدز في الجوله الرابعه. مباراه الاهلي وفاركو يوم الجمعه القادمه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. حكم مباراه الاهلي وفاركو في الدوري المصري حكم ساعه محمد معروف، وحكم مساعد سامي هلهل، وحكم مساعد ثاني عدي عيد. نفى مصدر مقرب من احمد عبد القادر الاخبار التي تشير الى تقدم اللاعب بشكوى ضد الاهلي بسبب تدريب اللاعب منفردا وعدم الخضوع للتدريبات الجماعيه. اداره النادي الاهلي عقدت جلسات مع وكيل اعمال كريم فؤاد لبحث تفاصيل التمديد مع جون ادوار وهو وكيل اللاعب، لكن المفاوضات تتم عن طريق وكيل اخر مكلف بمتابعه الملف بشكل مباشر. والجلسات بين الطرفين شهدت تبادلا للافكار حول مده العقد الجديد وقيمته الماليه، الى ان المفاوضات ما زالت مستمره ولم تصل بعد الى اتفاق نهائي يضمن بقاء اللاعب مع القلعه الحمراء لفتره اطول. موقف معايشه حمزه عبد الكريم مع نادي بايرن ميونخ الالماني لا يزال غير محسوم حتى الان في ظل وجود رغبه من الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو في استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفتره المقبله. كاس السوبر المصري يوم 6 نوفمبر القادم بيراميدز يواجه الزمالك عصرا والاهلي يواجه سيراميكا كليوباترا مساء، ويوم 9 نوفمبر الثالث والرابع عصرا والنهائي مساء. مباريات اليوم في الدوري المصري. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.